يا جماعه احنا بنتسلم تسليم اهالي في الاعلانات المموله الفتره الجايه في متى بالظبط كده. اللي هتسمعوه ده هو اللي هيحصل. اعلانات الليدز اسعارها هتزيد جدا. بقى فيها ميزه وبقى فيها عيب. ميزه انها هتكون دقيقه، وعيب ان الاسعار هتضرب وهترفع. وتعالى افهمك ليه الاسعار هتزيد واقول لك ليه احنا بنتسلم. الاول، انت كنت بتعمل اعلان ممول ليد جنريشن، ايا كان بقى هتبيع منتج هتبيع خدمه. فكان النهارده لو حد تفاعل على البوست بتاعك بيبدا يظهر له كل اعلانات المنافسين التانيين. فنقدر نقول الموضوع ده كان بيبقى صعب شويه، لان المنافسين التانيين ممكن يكونوا مش ظابطين الدنيا زيك بالظبط. الفتره الجايه يؤسفني ان انا اقول لك ان الفورم اللي انت بتملي فيها بيانات العميل بتاعك اللي انت تعبان وشقيان عليه، الاي اي هياخد النهارده الداتا ديت ويبدا النهارده يظهر لهم اعلانات المنافسين بتوعك، او هيبدا يحللهم ويعرف مين هم، وبالتالي هيبدا يظهر لهم باقي الاعلانات اللي شغاله على نفس المجال بالظبط. فالموضوع دلوقتي بقى فيه اختراق رهيب جدا جدا لتعبك وشقاك. فحاول الفتره الجايه تبقى متقبل ومنتظر ومحضر للي هيحصل ده، وتشوف ايه السيناريو اللي انت هتعمله ان شاء الله عشان تتفادى الحته دي، او تقلل التكلفه بقى النهارده باعلانات الرسائل على الواتساب وتجيب الليد بطريقه مختلفه. المهم ان هو لازم تبقى فاهم ان هو هيعتمد على الارقام اللي هتتساب جوه الفورم بتاعتك انت في مدير اعلاناتك، والاي اي هياخد الارقام دي ويظهر لهم اعلانات المنافسين التانيين للاسف. ابعت الفيديو ده لاي حد بيعمل اعلانات مموله ونبهه. وان شاء الله الفتره الجايه استنى مني تريكس كتير جدا 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 في الاعلانات. وقول لي انت دلوقتي شغال اعلانات ليد جنريشن ولا شغالها بتجيبها رسائل على الواتساب؟